100,000 فرشة للميك اب ومش عارفة استخدم ايه فين وازاي عشان الميك اب يطلع بتاعي حلو وبسيط، وفي نفس الوقت مش عايزة اجيب فرش وما استخدمهاش. في سلسلة الفيديوهات دي هكلمكم عن كل فرشة بتعمل ايه وايه فايدتها وايه الفرش الضرورية اللي لازم تجيبوها. اول واهم حاجة فرش الكونسيلر، لان في ناس كتير مش بتحط فاونديشن، ناس كتير ممكن ما تحطش ليكويد بلاش او حاجات محتاجه انواع فرش مختلفه او اي شادو. بالذات الكونسيلر معظمنا بيبقى محتاجه، فدي الفرش اللي اقولك لازم تبقى عندك لو بتساليني اجيب فرش ايه. شكل الفرشه ونوعها بيسهل عليكي جدا جدا. قاعده ثابته هتكلم بيها طول الفيديوهات اللي جايه اللي بتتكلم عن الميك اب براشز، ان الحاجات الكثيفه، الشعر الكثيف بنتكلم عن حاجه كريمي او ليكويد. الشعر الفلافي اللي فيه ما بين الشعر والشعر فراغات مش زي دي، احنا بنتكلم على برودكت يكون باودر. فمثلا النهارده ما اكلمكم على الكونسيلر براش، ده شكل انا بالنسبه لي اسهل حاجه لو انتي مبتدئه او حتى مش مبتدئه. بصوا، يكون فيه زاويه ويكون من الجنب شويه رفيع، بصوا ما يكونش مدور. ليه؟ ويكون الشعر ناعم عشان ما يشكش تحت العين، لان ده اكتر مكان حساس اقدر اوصل بيه لكل زاوية العين. بصوا كده بوصل بيه لكل كورنر العين بكل سهولة، وبدمج بيه كل المنطقة دي. لو انتي حد عنده هالات اوضح من العادي وبتحتاجي لازم كوريكتور، حاولي يكون 2، يعني حاولي يكون واحدة للكوريكتور بندمج بيها الكوريكتور اهو كده. دي برضو مثلثة ففيها نفس الفكرة، ان هي توصل لكل تفاصيل العين. الكوريكتور افضل البراش ما تكونش الكثيفة اكتر، تكون الاقل كثافة شوية، يعني دي مكبوسة اكتر عشان ما يبقاش اللون واضح قوي، والكونسيلر هنا ما يروحش لونه فيبان لون الكوريكتور. يعني يا رب اكون عارفة اشرح. الكونسيلر والكوريكتور براش خليهم مختلفين، دي هتكون شايبة لون اورنج او شايبة لون مصفر عن لونك، ما ينفعش بعد كده تحطي بيها الكونسيلر، هتغير لون الكونسيلر. لو مش بتستخدمي كوريكتور خلاص تبقى فرشة الكونسيلر بالشكل ده زي ما قلتلكوا، كثيفة، حجمها مناسب لعينيكي، فيها زوايا وشكلها نفسه سهل عليكي ان انتي توصلي لكل زوايا العين. طب يلا بقى تدريب عملي للموضوع، الكوريكتور الاول وبعد كده الكونسيلر، يلا بينا. حطيت كده الكوريكتور وهبتدي ادمج بالفرشة اللي انا قلتلكوا عليها بالطبطبة، بلاش نمسحه عشان ما نشيلش اللون اللي احنا اصلا ايه عايزينه. بعد كده الكونسيلر بحط ايه ميكس بين لونين، واحد فتح عليا سنه وواحد اصفر مني حاجه بسيطه قوي. نغير الفرشه زي ما قلنا، وباخد اللون على جنب مناخيري كده على اساس برضو اكني بعمل كونتورنج ويسهل عليا. بصوا دقه الفرشه بتوصل لفين، وبواقي الفرشه كده بحب اعمل جفني بباقي، يعني مش عايزاه فاتح قوي يعني. بالشكل ده كده وشي جاهز ان انا اثبت الكونسيلر اللي انا حطيته. اكتبولي في الكومنتس عجبتكم السلسله دي ولا لا، وايه اللي محتاجين نتكلم عنه في الفيديو الجاي عن الميك اب براشز.